السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النادي الأهلي هيلعب في كأس السوبر المصري ومعاه سيراميكا والزمالك وبيراميدز. يا ريت نداء عاجل للنادي الأهلي، يا ريت ما يمشيش ورا كلام اتحاد الكرة المصري ويقول برضه إن مفيش كشف للمنشطات على اللعيبة. يا ريت يبقى فيه كشف للمنشطات على اللعيبة ابتداء من لعيبة النادي الأهلي ولاعيبة نادي الزمالك وبيراميدز وسيراميكا، وما يمشيش ورا كلام الاتحاد المصري. طبعا كلنا عارفين وعندنا معلومة ان محمد صبحي كان مع ابو الفتوح في الحادثة اللي عملها، وبعد ما كشفوا عليه توجد في قضيته زي ما بيقولوا على المنشطات ان كان واخد مخدرات. فيا ريت يكون في كشف للمنشطات. طبعا قبل كده المستشار مرتضى منصور طلع واتكلم على ان محمد صبحي مرضيش يلعب مباراة قبل كده علشان واخد منشطات. يا ريت النادي الاهلي يتمسك بان هو يبقى فيه كشف للمنشطات، ودولة الامارات مستعدة وعندها الامكانيات انها تعمل كشف على المنشطات عندها. ده مفيش مشاكل بالنسبة لها، هيكون بسيط جدا بالنسبة لدولة الامارات. وكفاية علينا الحكام المصريين اللي هيحكموا البطولة، وكفاية علينا حكام الفار المصريين. فما تبقاش لا كشف منشطات ولا حكام أجانب، كفاية خبطتين في الراس توجع. أما على صعيد منتخب مصر فعمر مرموش حاليا بيبذل قصارى جهده إن هو يعتذر عن الذهاب واللعب في ملعب موريتانيا وعلى أرضه على النجيل الصناعي، زي ما محمد صلاح طلب إن هو مش عايز يسافر ولا يلعب على النجيل الصناعي. ده اللي بيحصل حاليا، ولاعيبة المنتخب اللي ليها اسم ده اللي بيحصل منها حاليا. نشوف منتخب مصر الفترة اللي فاتت كل واحد بيلعب بالمزاج وكل واحد بيلعب زي ما هو عايز، ومفيش لعب في الملعب شفناه ولا شفنا خطة بيتدرب عليها اللعيبة ولا بتتكرر في الملعب، غير ان كل واحد بيجتهد في الملعب لا اكثر ولا اقل. والناس اللي بتقول ان مصر ليها شكل في الملعب، انا بقول لها ما شفتش شكل لمنتخب مصر في طريقة لعبها في الملعب. والكابتن الكبير طبعا محمد صلاح سافر ورجع على انجلترا، فعمر مرموش عايز يعمل زيه. نروح لمنتخب مصر للناشئين تحت 16 سنة مواليد 2008، طلع فيهم 8 لاعيبة سنهم مزور، واللي بيقود الفرقة دي الكابتن أحمد الكاس. طبعا عايزين نعرف ال8 لاعبين منين. مش هنقول طبعا نادي الزمالك لأن ممكن السجل المدني يتغير، ممكن الشهر العقاري يتغير، ممكن أي حاجة تحصل، إنما ما نقولش إن دي لعيبة في نادي الزمالك وتم تزويرها. أول اختبار بالفحوص الطبية الجديدة كشفت عن سن وأعمار ال8 لاعبين، ودول كانوا مشاركين السنة اللي فاتت مع منتخب مصر. تم إيقافهم حاليا لحين اتخاذ إجراءات بفحوصات جديدة بأجهزة جديدة والحصول على بت مؤكد على أعمارهم السنية. أما النادي الأهلي والمباريات الأخيرة اللي بيلعبها ضد نادي الزمالك، فوز بداية بأنسات النادي الأهلي على لاعبات نادي الزمالك 2-1. بعد كده فوز أشبال النادي الأهلي على أشبال نادي الزمالك 3-2. بعد كده فوز أشبال النادي الأهلي في كرة اليد على نادي الزمالك برضه في أرضه. والمباراتين السيدات والأشبال بتوع النادي الأهلي برضه على أرض نادي الزمالك، 3 هزايم على أرض نادي الزمالك. لا ومش كده وبس، وتيجي مباراة تانية لكرة اليد للأشبال اللي هم مواليد 2005 ويفوزوا على نادي الزمالك برضو على أرضه. 4 مباريات ب4 هزايم لنادي الزمالك على أرضه. أما تيجي المباراة الأخيرة اللي هي اتلعبت كرة القدم للأشبال
مواليد 2005 دي كانت على أرض النادي الأهلي. أما بقى المباراة دي فازها النادي الأهلي 1-0. بس اللي حصل، لعيبة نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك اللي كانت موجودة في المباراة دي حبت تعمل مشكلة مع لعيبة النادي الأهلي، واللي حصل من أمن النادي الأهلي وأخرجوا لعيبة نادي الزمالك وإداري نادي الزمالك اللي كانوا موجودين وكانوا عايزين يعملوا مشكلة. ده اللي حصل بعد ما فاز النادي الأهلي على الزمالك 1-0 على أرض النادي الأهلي. أما المؤتمر اللي اتعمل في السعودية واللي عمله أهلي جدة علشان خاطر مباراة الاعتزال اللي هتكون ما بين النادي الأهلي المصري ونادي أهلي جدة، طبعا دي مباراة ليها شأن، فكان لازم هيبقى لها مؤتمر والإعلان عنه. المباراة هتبقى يوم 12/11 في السعودية إن شاء الله. مباراة النجم خالد مسعد بمناسبة تكريم النجم المعتزل خالد مسعد، ودي كانت المؤتمر اللي اتعمل علشان خاطر تظبيط الوقائع اللي هتحصل في المباراة. والأهلي هيحصل على 2 مليون دولار من المباراة دي. طبعا الأهلي هيروح بكامل نجومه وهيلعب المباراة التكريمية للكابتن خالد مسعد. أما بقى الإعلام الرياضي، طالع مهيب عبد الهادي بيهدد خالد طلعت بيقول له نهايتك قربت. وده ليه يا سادة؟ علشان خاطر بيقول له نادي الزمالك ليه هو أكبر قلعة رياضية في مصر. وخالد طلعت نهاية كلامه مع مهيب عبد الهادي كأنه بيقول له بالأرقام والإحصاءات والبطولات النادي الأهلي هو أكبر قلعة رياضية في مصر بدون منازع. يعني ما شاء الله انت الجمعه اللي فاتت عملت حاله كويسه وقلت الزمالك يمكن سبق ليفربول وسبق بايرن ميونخ، لكن كتبت حاجه تقريبا على اكبر قلعه رياضيه في هذا الموضوع. يعني هي قصه كابتن مهيب، احنا بس يعني اللي بيطلع يقول تصريح اكبر قلعه رياضيه لازم يفهمنا اكبر قلعه رياضيه بناء على ايه. يعني اي حد يتكلم في حاجه المفروض يقول لنا دي ملهاش علاقه، اصلا مش جايزه. لا يا كابتن مهيب ازاي بس؟ يعني هي مش نادي القرن فبنتكلم فيها. اي حد بيقول على النادي اللي هو عايزه يا خالد. كلام يعني مثلا هقول لك على حاجه، الاسماعيلي بيقول دراويش مصر. ماشي، دراويش مصر صنبة الكره المصريه. تمام، صنبة. الاتحاد سيدي البلد. اتحاد سيدي البلد بتقال على سيد الاسكندريه، مش سيد مصر كلها. ما قلتش كده. تمام. الاهلي فوق الجميع، مش دي كلها سلوجان؟ فوق جميع اعضاء النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي دايما. يا خالد هو انت بتبرر ليه؟ ما هو ده اعضاء وجماهير، انت بتبرر ليه يعني؟ يا كابتن مهيب يعني معلش اضرب لحضرتك مثلا، حضرتك كنت جايب مثلا حلقه فات كابتن اكرامي وكابتن احمد دويدار. هل ينفع كابتن احمد دويدار وهو قاعد مع كابتن اكرامي يقول انا افضل لاعب في تاريخ مصر؟ هل حاجه زي دي مقبوله نسكت عليها؟ هو حر، هو شايف انه احسن لعيب، هو حر. ده واحد انت شايف ان انت احسن راجل محلل، انت حر. ما ينفعش اقولها في وجود ناس تانية ولازم يكون استحقها. لا مش انت اللي تقول ينفع وما ينفعش. انا بتكلم بصفه عامه خالد. انا مش بهاجمك. لا بس انا برد عليك والله. يعني كل واحد بيطلع يقول انا ببلغك رساله وانا برد على حضرتك، ما انا حقي ارد. لان يعني في حاجات كده بتبقى يعني انا ما قلتش، انا على فكره ما بتتفهم غلط. انا كل البوست اللي انا كتبته قلت عايز حد في مسؤول في نادي الزمالك يفهمنا اكبر قلعه رياضيه بناء على هو ايه. حر هو حر. طب هو مسؤول هيطلع يبررك ان هو عمل سلوجان. طب هقول لك على حاجه، حضرتك طلعت قلت للمسؤولين في النادي الاهلي، حد يطلع يقول لي انتوا طلعتوا ليه الاهلي فوق الجميع؟ انت طلعت قلت هم برروها قبل كده. ثواني بس هقول لك على حاجه، انت طلعت قلت ان مثلا النادي الاهلي قال اعظم نادي في الكون، ما زعلتش مثلا التشبيهات. اما اقول ان انا شبه حد في الاداء، اما اقول ده احنا عندنا لعيبه بنقول ده مارادونا وده دونجا وبتاع، دي تشبيه عاديه يا كابتن مهيب. لكن اقول اكبر قلعه رياضيه في مصر، ما هو حضرتك يا خالد، ما هو مش احنا اللي بنحاسب، لا انا اقدر اقول ولا انت تقدر تقول. لا، ما هو انا دوري كناقد رياضي ان انا بنتقد اي وضع في مجال الكره المصريه. بتنتقد حاجه، بنتقد اداء، تنتقد تصريح مثلا. طب ما هو ده تصريح من رئيس نادي الزمالك، قال احنا اكبر قلعه رياضيه في مصر. بنتقد تصريح الكابتن. هم لقبوا نفسهم كده، انت زعلان ليه؟ بناء على ايه؟ انا بسال. طيب لو انت متحيز لنادي فخلي بالك المعلومات اللي لازم تطلع من لسانك تكون صحيحة، ما تكونش غلط. بس كلام خالد طلعت كان من النهاية كأنه بيقول له حضرتك مش إعلامي ومش محايد وما ينفعش تكون إعلامي. وده كان الحوار اللي دار ما بين مهيب عبد الهادي وخالد طلعت على مين صاحب أكبر قلعة رياضية في مصر. والحوار انتهى يا سادة.
السلام عليكم.